لو انت كمشاهد بتتفرج دلوقتي في ايدك ترجع رمضان صبحي النادي الاهلي، هتوافق ولا مش هتوافق؟ كله يكتب في التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم، وحلقه جديده من تايم الاهلي على اليوتيوب. ان شاء الله تكون حلقه مميزه جدا جدا جدا. واول الحلقه كده هنتكلم على اللاعب زيزو. طبعا خبر لاخواتنا وحبايبنا الزملكاويين عن اخر تطورات على زيزو كده. وزيزو هل فعلا هيمضي ولا هيمشي يطلع اعاره بره الزمالك؟ فده كله هنعرفه ان شاء الله. بس قبل ما نبدا بقى الحلقه، لو لسه ما اشتركتش اشترك واعمل لايك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك جميع اخبار النادي الاهلي من تايم الاهلي. وكمان حاجه مفرحاني جدا جدا جدا، اني خلاص فلسطين وقف عليها الضرب، خلاص قرار رسمي النهارده ان شاء من امبارح. وانا شايف القرار دوت اللي هو خلاص اخواتنا وحبيبنا هيرجعوا حرين كده. وان شاء الله يكون رمضان اللي جاي ده يكون فتحة خير عليهم والدنيا تتظبط عندهم وكده. فطبعا الدعاء ليهم برضو ان شاء الله ربنا يقويهم في اللي جاي ويبنوا ويعمروا تاني. ودعويهم والدعوات بقى بتاعتكم ان شاء الله لاخواتنا وحبايبنا اهل غزة واهل فلسطين. النهارده طبعا اول خبر معانا هو زيزو في خلال الساعات الأخيرة تلقى عرض كبير من الشمال القطري ويكون موجود في يناير الجاري. طبعا النادي عايزه في يناير ده. في التفاوض فعلا بين ممثلين زيزو والنادي للوصول لأكبر رقم مالي. الشمال متمسك جدا بضم زيزو ويرغب ضمه بأي ثمن، ومفاوضاته جاده جدا جدا. طبعا نادي الشمال القطري عرض على ناس كتير. طبعا خلاص برضه هو بيخلص في اقرب توفيق زي ما احنا عرفنا كلنا. فزيزو برضه لو هو مش هيخلصه بشكل نهائي، هياخده على سبيل الاعاره لمده 6 شهور او سنه. فده عرض رسمي والزمالك بيفكر فيه علشان الماديه والدنيا بايظه خالص في نادي الزمالك. فطبعا نادي الزمالك بيفكر في العرض ان هو لو عرض كبير، يعني هم ما قالوش ارقام لحد دلوقتي، فلو العرض كبير ويليق بزيزو فالزمالك هيوافق علشان يقدر يجيب صفقات تانية لنادي الزمالك ويستفاد من ورا زيزو بفلوس كبيره جدا. طبعا للمره المليون طبعا اكرامي الكبير نجم النادي الاهلي والد زوجة رمضان صبحي قال رمضان رفض للعب للزمالك بشكل نهائي، وان شاء الله يكون في الاهلي في يوم من الايام يرجع لنادي الاهلي تاني. السؤال هنا بقى، السؤال للجمهور، انا عايز كل الناس تكتب في تعليقات وتشوف وتقول رايها في طبعا رمضان صبحي. لو في ايدك ترجع رمضان صبحي هل توافق ولا لا؟ لو انت كمشاهد بتتفرج دلوقتي في ايدك ترجع رمضان صبحي النادي الاهلي، هتوافق ولا مش هتوافق؟ كله يكتب في التعليقات وساب الاراء كلها للجماهير تكتب وتقول رايها في عوده رمضان صبحي. طبعا ربيعه نجم المدافع نجم نادي سموحه على رادار نادي الاهلي تعويضا غياب اشرف داري المتكرر. فطبعا ربيعه الاهلي بيتكلم فيه زي ما هو دلوقتي داخل في صفقه محمد او مصطفى العش ومحمد اسماعيل، فهو داخل برضه في ربيعه عشان ينضم لنادي الاهلي. ده خبر اكيد برضه الاهلي بيتكلم مع النادي سموحه. طبعا سموحه ما بيبخلش على الاهلي باي لاعب، هو اي لاعب الاهلي بيقول عليه تمام عايزه. فطبعا فرج عامر ما بيبخلش على الاهلي حاجه، عشان طبعا احنا عارفين كلنا ان هو اهلاوي صميم. والاهلي يتواصل مع وكيل المهاجم السنغالي سامبو سومانيو. طبعا بيشوف اللاعب نظامه ايه، مكمل في النادي اللي هو فيه والكلام ده. كل ده كلام لسه في الهوا، لسه الاهلي ما عملش حاجه. احنا معانا شويه كلام كده عايزين نتكلم برضو ونقول نوجههم للكابتن محمود الخطيب، مجرد اسئله للكابتن محمود الخطيب
هل هناك مشكلة في نادي الأهلي في قائمة الفريق؟ طبعًا دي أسئلة للكابتن محمود الخطيب، المفروض إن هو يعني يطلع يرد للجماهير، دي كلها أسئلة الجماهير بتسألها وعايزة الإجابة عليها. هل هناك في مشكلة في ملف التعاقدات؟ هل هناك في مشكلة في ملف الصفقات الأجانب؟ هل هناك في مشكلة في جودة اللاعبين الموجودين؟ هل هناك في مشكلة في المنافسة على مراكز داخل الفريق؟ هل هناك في مشكلة في خروج لاعبين للانتقال لأندية أخرى وعدم تعويضهم بلاعبين أخرى؟ هل هناك مشاكل داخل غرفة الملابس؟ هل هناك في مشاكل أخرى؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه من الكابتن الخطيب. كل دي أسئلة الجماهير بتسألها، يعني كل ده يعني في مشاكل فيه احنا عايزين نعرفه، بس يعني احنا بنسأل السؤال وعاوزين نعرف إجابته. في مشاكل في كل اللي احنا قلنا ده؟ يعني ده مجرد سؤال بس للكابتن خطيب. احنا لحد دلوقتي مفيش صفقات، كل اللي احنا عاملين نتكلم فيه ونهري فيه ان كلام على الفاضي، كلام في الهوا. بنسمع خبر من هنا، بنعرف خبر من مصدر، وكيل مثلا بيكون مسرب معلومه. فكل ده يعني انتوا عايزين توصلوا لنا ايه؟ يعني انتوا عاوزين توصلوا للجمهور ايه وتوصلوا للناس كلها اللي بتحب النادي الاهلي ايه؟ لحد ما الشهر ما يخلص وخلاص شكرا كده؟ انت عمال تطلع بس لعيبه مش عمال تجيب. لحد دلوقتي الجماهير نفسها ما قلبتش على النادي يا كابتن خطيب. لازم تنفذ وتعمل. انت لحد دلوقتي عمال تقول هتجيب العيش وما اعلنتش على العيش، هتجيب الياس وما اعلنتش على الياس، هتجيب ايفرتون ما اعلنتش على ايفرتون. فهنعمل ايه طيب؟ احنا بنتكلم بس مع بعض بصوت عالي. لازم كل اللي يعني الناس كلها تسمع بعض، لازم عشان خاطر ما يبقاش في مشكله عندك انت مش شايفها. لازم احنا نتكلم ونطلع ونقول على لسان الجماهير. احنا لو مش بنحب النادي دوت مش هنطلع نتكلم. فين الصفقات يا خطيب؟ فين الصفقات اللي الاهلي عايزها؟ فين الصفقات اللي الاهلي محتاجها؟ فين الصفقات اللي كولر طلبها؟ فين؟ يعني انت لحد دلوقتي ما عملتش اي صفقه. احنا دلوقتي 17 يناير ولا 18 يناير ولحد دلوقتي لسه ما عملتش اي حاجه. مفيش صفقه انت اتكلمت فيها واعلنها. سكت الجماهير شويه بالياس، تابع خلاص صفحه الاهلي وخلاص الياس هيجي نادي الاهلي. لحد دلوقتي لسه ما اعلنتش على الياس. لحد دلوقتي بتقولوا الملفات او الدفاتر بتاعه مصطفى العش في النادي، لحد دلوقتي لسه ما اعلنتش على مصطفى العش. فانت هتعلن امتى طيب؟ لحد ما الشهر ما يخلص وترجع تقول يا ريتنا، ولا نرجع نقول الوقت سرقنا؟ فما ينفعش، مش هينفع يعني الطريقه ديت اول مره نشوفها في نادي الاهلي. تحس ان في مؤامره من كل اللي حوالين النادي الاهلي. تحس ان الدنيا كلها مش عايزه تخلي الجماهير اللعيبه الاهلي يجيب لعيبه. وكميه اللعيبه اللي بتمشي من عندك ديت كميه رهيبه، فاحنا مش عارفين ايه السبب. حد يطلع يتكلم ويقول ايه السبب، اللعيبه دي بتمشي ليه. الخبر اللي معانا التاني طبعا خبر شفناه على السوشيال ميديا وعلى صفحه تركي إلى الشيخ، بس اتمسحت على طول فاحنا لقطناها على طول وجبناها لكم. طبعا الخبر ده يخص نادي الزمالك. تركي الشيخ طبعا قال اتمنى من جميع العاملين في الزمالك سواء اداريين او اعلاميين عدم الاتصال بيا، واكد لهم للمره المليون انا لن اعطف على احد. انا مش جمعيه خيريه حتى يتم الاتصال بيا بألف المرات من اجل التبرع لنادي الزمالك. ده كلام تركي الشيخ قاله ومسحه على طول، يعني كتبه بالليل تاني يوم الصبح قمنا ما لقيناش الخبر دوت، بس هو كان بيوصل رساله وخلى الناس تشوفها وبعد كده راح جاي شايلها تاني. قال لك الزمالك في اداريين واعلاميين بيتصلوا بيه اكتر من 1000 مرة علشان يتبرع حاليا. طبعا زي ما احنا عارفين الزمالك عنده مشكلة مادية حاليا دلوقتي، فمش عارف يجدد لزيزو زي ما احنا اتكلمنا، وزيزو عنده عرض، فالزمالك محتار يطلع زيزو ولا حد من رجال الاعمال يتبرع له ويعدي المشكلة دي. مشكلة كبيرة داخل نادي الزمالك، فبرضه بنوصلها الصورة. احنا عارفين، انا عارف ان في ناس عندي في الصفحة زملكاوية وده على راسي ويشرفني طبعا ان الناس يعني حد يكون زملكاوي يعني عندي على الصفحه، فبس بنقل له الصوره اللي اتقالت والصوره اللي بتحصل في نادي الزمالك. طبعا احنا ما بنقولش اي كلام وخلاص،
ربنا شاهد علينا، وربنا طبعا هيحاسبني انا، مش هيحاسب اي حد تاني، هيحاسبني انا على الكلام اللي انا بقوله. فانا ما بقولش اي كلام وخلاص، كل ده انا بطلع اقوله لكم بيكون حصل واتقال فعلا. فطبعا رجاء قبل ما نختم بس الفيديو، الكابتن محمود الخطيب يفوق شويه كده ويشغل الدنيا ويعلن لنا عن 3 4 صفقات كده في الايام الباقيه دي قبل ما القيد يقفل في اخر الشهر يناير اللي احنا فيه ده. انتظرونا بكره ان شاء الله في حلقه الساعه 2، حلقه جامده جدا ان شاء الله، تكون عرفنا نوصل لصفقتين او 3 صفقات الاهلي خلصهم، ونطلع نقوله لكم ان شاء الله على طول. في النهايه شكرا ليكم وشكرا لدعمكم ان شاء الله. انتظرونا بكره، السلام عليكم.